أغنى 4 لاعبي كرة قدم في فرنسا. الرقم 4 أوليفيه جيرو. بفضل مسيرته الكروية التي قضاها في أندية مرموقة مثل أرسنال وتشيلسي والآن ميلان، وقع جيرو عقودا مربحة، وفي ميلان حصل على راتب يقدر بنحو 3.5 مليون يورو سنويا، ومع ثروة تقدر بأكثر من 15 مليون يورو. يثبت جيرو أنه موهوب حتى في إدارة شؤونه المالية، كما هو الحال داخل الملعب. رقم 3 نجد أنطوان غريزمان. نجم كرة القدم الفرنسية جمع ثروة تقدر بنحو 90 مليون يورو. حصل غريزمان على رواتب عالية للغاية، خاصة خلال فترته في أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وعند عودته إلى أتلتيكو. خلال فترة وجوده في برشلونة قدر راتبه السنوي بنحو 17 مليون يورو. وفي المركز الثاني لدينا كريم بنزيما. جمع المهاجم الأسطوري لريال مدريد المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية ثروة تقدر بأكثر من 100 مليون يورو بين عقوده مع ريال مدريد وأدائه في السعودية وشراكاته مع علامات تجارية مثل أديداس. يواصل بنزيما إثراء أصوله. لكن من تعتقد أنه رقم 1